حطي القرنفل على السكر، فكرة جامدة اغلى من الدهب يا بنات، جربيها بجد هتعجبك جدا. بصي، هي الفكرة ان انت هتجيبي نص معلقة سكر وهتحطيها على النار لغاية لما السكر ده يكرمل معاكي، وهتجيبي 2 قرنفلية او 3. هتشوفي دلوقتي فكرة جامدة جدا، هتلاقي ان السكر دوت هيسخن القرنفل معاكي وهيخليه يطلع كده بخور حلو جدا. اهو يا بنات، ريحة بقى تحفة، لو عندك شوية فانيليا حطي، فظيعة. قفل القهوة اوعي ترميه بجد يا بنات، ده كنز يعني بعد ما تخلصي كده شرب القهوة، طبعا بتعملي فنجان القهوة بيكون فيه سكر وقهوة، الطفل اللي بيتبقى في الاخر بعد ما بتشربي الفنجان بتاعك، بتروحي ماسكات تدعكي بيه بشرتك كمقشر 5 دقايق، وبعد كده اغسلي بشرتك وشوفي النعومة والجمال. ولو عجبك الوصفة بتاعتي لايك واشتراك وباي باي. بصي يا بنات، الفكرة التالتة جايبالك ماسك تحفة تحفة، جربيه كده ومش هتندمي. بصي حبيبتي، هتجيبي بياض بيضة، يعني هتخفقيه كويس او هتربيه كويس. اهم حاجة ان هو البياض ده يبقى ابيض كده معاكي، بس انا طبعا عشان الفيديو سريع يعني، بس اهم حاجة هتكوني غاسلة بشرتك كويس او عاملة لها مقشر زيت زيتون وسكر. وبعد كده بياض البيض دوت هتحطيله نص معلقة نشا. بالله عليكي جربي الماسك ده مرة في الأسبوع ربع ساعة على بشرتك، واغسليه وقولي لي هيعمل ايه في بشرتك. والله العظيم هيخلي بشرتك مية واحدة وتحفة، بشرة منورة، المسامات مقفولة حاجة كده. الكل يقولك انت عاملة ايه في وشك، يعني بيض بيضة ونص معلقة نشا. حاجة يا بنات والله العظيم وهم. فرحوا ام جانا بقى بلايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل، وبشكركم جدا.